ازاي تخلي الالعاب اللي عندك كلها بشكل احترافي زي كده عشان اي حد يجي يشوفها من اصحابك ينبهر بيها. هنعمل سي مثلا، هنجرب على فولدر فاضي، هنغير الشكل بتاعه، هنسميه مثلا سي جيمز. سيف. بعدين كده هندخل على جوجل، هنكتب اسم الايقونة اللي احنا عايزها، مثلا سي خليها مثلا لعبة جاتا. واهم حاجة نكتب صيغة الايزو، جاتلي في اقتراحات هي صيغة الايزو. تك على صيغة الايزو وبعدين تك على الصور. كده جات لنا كذا صورة بصيغة الايزو. نجرب مثلا على صورة زي ديت، هنسيفها على الجهاز. احنا لو بصينا هنا كده هنلاقيها مكتوبة بصيغة الايزو. هنسيفها في مكان الفولدر اللي احنا عملناه جوه العاب. نكتب مثلا هنا جيمز. جيمز. هنلاقي الاول فولدر اللي احنا عملناه ظهر. بنسى الصورة جوه. بعد كده هندخل على مكان اللي حفظ الصورة. الصورة حفظت في الفولدر اللي اسمه جيمز. بعد كده هنبص على الفولدر، هندخل على بروبرتيز، وبعد كده اخر واحدة تشينج ايكون. انت تشوف احنا حفظنا الصورة فين عشان عايزين نعملها، هي فتحت لي تلقائي على مكان حفظ الصورة. بعد كده هنتك اوكي. اوكي. ابلاي. اوكي. كده هنعمل ريفرش. كده الصورة بقت عاملة زيهم بالظبط، زي بقية الألعاب. ونفس النظام دوت يمشي برضه على بقية الألعاب. بس بقى هتحتاج تعمل لعبة نفس النظام دوت.